هل تتخيل أن 3000 مقاتل فقط وقفوا أمام جيش قوامه 200,000 جندي؟ لم يكن فيلماً، بل حقيقة حدثت في السنة 8 للهجرة. بدأت القصة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى حاكم بصرة يدعوه إلى الإسلام، لكن رسوله الحارث بن عمير قتل غدراً، وكان قتل السفراء إعلان حرب صريحاً. فجهز النبي جيشاً قوامه 3000 مقاتل، وجعل القيادة بالترتيب: زيد بن حارثة، فإن استشهد فجعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة. وعندما وصل الجيش إلى أطراف الشام كانت الصدمة: جيش بيزنطي ضخم تدعمه قبائل عربية حليفة، تذكر الروايات أن عدده بلغ 100,000 أو أكثر. بدأت المعركة شرسة وعنيفة، زيد بن حارثة يحمل الراية ويقاتل في الصفوف الأولى حتى استشهد وهو متمسك بها. ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقطعت يده اليمنى، فأمسكها باليسرى فقطعت يسراه أيضاً، فضم الراية إلى صدره حتى استشهد وفي جسده أكثر من 90 جراحة. ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة وتردد لحظة يخاطب نفسه، ثم اندفع إلى القتال حتى نال الشهادة. وفي تلك اللحظة الحرجة كادت الراية تسقط، فتقدم خالد بن الوليد. كان حديث عهد بالإسلام، لكنه قائد عسكري فذ. أعاد تنظيم الجيش ليلاً وغير مواقع الجنود، حتى ظن الروم أن مدداً جديداً قد وصل. ثم بدأ انسحاباً تكتيكياً منظماً يقاتل بضراوة كلما حاول العدو مطاردته، حتى تكسرت في يده 9 سيوف في يوم واحد. وهكذا عاد الجيش إلى المدينة سالماً. فقال بعض الناس: فررتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هم الكرار إن شاء الله. وسمى خالد بن الوليد سيف الله المسلول. لم تكن مؤتة نصراً عسكرياً تقليدياً، لكنها كانت نصراً معنوياً عظيماً. أثبتت أن الإيمان والقيادة والذكاء قد تغير موازين القوى مهما كان الفارق في العدد. بعد سنوات قليلة عاد المسلمون إلى الشام، وكانت بداية نهاية الهيمنة البيزنطية في المنطقة. هذه ليست مجرد قصة حرب، بل درس في الشجاعة والثبات، وفي أن الهزيمة الحقيقية ليست خسارة معركة، بل خسارة المبدأ.